من السلطات المميزة كتير سلطة البطاطا المقلية. تعالوا نشوف كيف رح نحضرها بأبسط طريقة وأسهل وأطيب طعم. شوفوا تجانس هالألوان ما شاء الله بتفتح الشهية، شكلها كتير حلو وطعمتها كمان ولا أطيب. لنبدأ أولا عندي وعاء كبير حطيت فيه مي باردة، رح أضيف له معلقة كبيرة من الخل الأبيض. الخل هون بساعدني إنه أتخلص من النشا الموجود بالبطاطا وبعطيها قرمشة وقت القلي. برشت البطاطا بالمبرشة الخشنة مثل ما شايفين، ممكن أقطعها لأصابع كتير صغيرة. رح أضيف البطاطا للمية وأتركها منقوعة فيها لمدة ربع ساعة. بعد هيك بغسلها، بعد هيك بصفيها كتير منيح وبجففها بدون ما أغسلها. تركت محلول المي والخل عليها، بس لازم تتجفف كتير منيح بمنديل مطبخ. بعد هيك مباشرة رح أقليها بزيت غزير سخن، ما منكتر بالقلاية ومنوزعهم كتير منيح حتى ياخدوا لون ذهبي، يتحمصوا ويتقرمشوا معنا. بستمر بالتقليب والتحريك لحد ما تصير ذهبية بهذا الشكل، وبرفعها على منديل مطبخ حتى تنشف تماما من الزيت. رح اتركها على جنب تبرد، وهون رح نحضر الصوص. رح احتاج كوب واحد من اللبن الرايب او الزبادي او اليوغرت، معه رح اضيف كمان كوب واحد من المايونيز. استخدموا مايونيز نوع جيد حتى يعطينا نتيجة طيبة. ربع كوب من الكاتشب. رح استخدم السيراتشا او الصوص الحار وضفت منه تقريبا معلقتين كبار، ممكن نستغنى عنه وممكن نضيفه حسب رغبتنا بالحار. رح اضيف نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقتين كبار زيت زيتون. بقلب هذه المكونات مع بعض، وهون رح يصير عندي صوص ناعم وكثيف لونه حلو ونكهته بتشهي. في حال ما توفر الثوم البودرة ممكن نهرس سن ثوم صغير مع المكونات ونخلطهم. بعد ما تجانس الصوص، هلأ وقت تحضير السلطة. استخدمت خسة واحدة غسلتها كتير منيح وقطعتها لشرائح صغيرة زي ما شايفين. ضفتها بوعاء كبير، وهون رح أضيف الملفوف. استخدمت ربع ملفوفة بيضة، كمان فرمتها لشرائح ناعمة. استخدمت هون 4 حبات جزر، برشتها على المبرشة حتى يكون شكل السلطة كله متناسق. رح أضيف كوب واحد من الفاصوليا الحمراء، طبعا هي بتكون معلبة، صفيتها وغسلتها كتير منيح من مية التعليب وضفتها للمكونات. رح أخلط هاي المكونات بإيدي. هون شوفوا الألوان ما أحلاها اللي رح نحصل عليها. طبعا ممكن نضيف أي خضار إحنا بنحبها مثل الفطر الفريش مثلا، كتير نكهته طيبة مع هاي السلطة. وهلأ عبيت الصوص بكيس حلواني حتى أعطي شكل لطيف بس للسلطة، بنقدر نصبه مباشرة على الوجه. صبيت كمية من الصوص بهذا الشكل، وهون رح استخدم البطاطا المقلية المقرمشة. وزعتها على وجه السلطة، بس تركت فراغ على الأطراف حتى تضل مكونات السلطة كلها واضحة. ورجعت ضفت كمان صوص على الوجه، رشيت رشة سماق خفيفة حتى أعطي لون ونكهة. احتفظت بالباقي من الصلصة. وقت التقديم كل شخص بزيد على صحنه قد ما بيحب من الصلصة. هيك صارت سلطتنا جاهزة. شوفوا الألوان والنكهات اللي رح نحصل عليها لما نخلط هدول المكونات الحلوة مع بعض. بتمنى تعجبكم إن شاء الله يا رب وتجربوها، وإن شاء الله ألف صحة وعافية.